بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ أول حكاية من حكاياتنا، وهي عواصم مصر عبر التاريخ. هنقولها بالتفصيل زي ما وعدناكم وزي ما قلنا لكم. أول حاجة، البداية هتكون من عصر المصريين القدماء، وبالتحديد أول ما الملك مينا وحد مصر. وتوحيد مصر يقصد به توحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وبعد توحيدهم الملك مينا أسس عاصمة جديدة قرب 100 رهينة في الجيزة حاليا، وسماها منف أو منفيس، ومعناها الجدار الأبيض لأن سورها كان باللون الأبيض، أو من كلمة من نيفر بمعنى الثابت الجميل. طيب ليه الملك مينا اختار المكان ده بالتحديد؟ الملك مينا اختار المكان ده بالذات لأنه كان وسط الطرق الرئيسية، علشان كده استمرت منف مركزا لتحرك الجيوش المصرية في الفترة بتاعة الملك مينا حتى بعد ما تم نقل العاصمة منها. وده بيوضح لك أهمية منف في تلك الفترة والفترة اللي بعديها. أما تاني عاصمة لمصر هي طيبة، اللي هي الأقصر حاليا، أكتر عاصمة لمصر القديمة. فضل منها آثار عظيمة حتى يومنا هذا، ولسه بنكتشفها ولسه هنكتشف. طيب، طيبة بدأ دورها كعاصمة لمصر في عهد الأسرة 11، وفضلت العواصم تتغير وتتبدل بعدها أكتر من مرة لحد ما الهكسوس احتلوا مصر وأقاموا عاصمتهم أواريس قرب فقوس في الشرقية حاليا. وبعدين ظهرت في طيبة أسرة حاولت إنها تطرد الهكسوس من مصر، بدأها سكن رع، وبعدين كاموس، وبعدين أخوه أحمس اللي طرد الهكسوس فعليا من مصر. وبعدين رجعت طيبة عاصمة لمصر مرة أخرى. والإله آمون أصبح كبير الآلهة المصرية، واللي كان بيميز طيبة إنها كانت قريبة من حدود النوبة، اللي بتعتبر خط الدفاع أو خط الدفاع الأول، اللي هو الخط الجنوبي لمصر. وبعدين جه الملك أخناتون ومنع عبادة الآلهة القديمة، وفرض على الشعب عبادة الإله آتون، وراح جاي نقل العاصمة من طيبة إلى إختاتون، اللي معناها